تمام 10 مساء بتوقيت أسمر. أعزائنا المشاهدين في كل مكان، أسعد الله مساءكم بكل خير، وإلى حضراتكم نشرة الأخبار لهذا المساء، أبدأها لكم بأهم ما ورد فيها من أنباء. الإريتريون في أوغندا وإيطاليا يحتفلون بعيد الاستقلال. تنفيذ برامج ضخمة لضمان توفير المياه المستدامة. ورشة عمل حول قبل وقوع الحوادث في أسمرة. مقتل عسكري سوري بغارة إسرائيلية على القنيطرة. البرلمان النمساوي يطيح برئيس الوزراء. ومقتل شخصين وإصابة تلاميذ بواقعة طعن في اليابان. كان ذلك موجز النشرة، معكم فيها نور الدين خليفة. إليكم الأنباء بالتفصيل. بعث كل من رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون وملك الأردن عبد الله الثاني ورئيس سريلانكا ماتريبالا سيريسنان ببرقية تهنئة للشعب والحكومة الإريترية بمناسبة حلول الذكرى 28 لاستقلال البلاد. وأعرب الزعماء في برقياتهم عن تمنياتهم بموفور الصحة لفخامة الرئيس السياسة فورقي وبالسلام والازدهار للبلاد والشعب الإريتري، مؤكدين جاهزيتهم ورغبتهم لتعزيز علاقات بلادهم بإريتريا. كما بعث المدير التنفيذي لمنظمة الأغذية والزراعة الفاو التابعة للأمم المتحدة السيد جوس غرازيانو دي سيلفا ببرقية تهنئة مماثلة. أحيا الإريتريون المقيمون في العاصمة الأوغندية كامبالا ومختلف المدن الإيطالية الذكرى 28 للاستقلال بحفاوة كبيرة. وفي الاحتفال الذي جرى في 25 من مايو الجاري في كامبالا، والذي شارك فيه حوالي 800 مواطن إريتري وأصدقاء إريتريا والضيوف المدعوون، ذكر سفير إريتريا في أوغندا السيد محمد سليمان بأن احتفال هذا العام يحظى بمكانة عالية ومرموقة واستثنائية، لكونه يجري في الوقت الذي نلج فيه إلى مرحلة جديدة مبشرة، مشيرا إلى ضرورة تعزيز إسهامات وترابط كافة المواطنين لتحقيق إنجازات باهرة في مرحلة التنمية الراهنة. من جانبه قال رئيس لجنة الاحتفالات في أوغندا السيد ميكائيل يمسجن إن احتفال هذا العام يعتبر استثنائيا لكونه يحتفى به في الوقت الذي يجني فيه الشعب الإريتري وحكومته ثمار صمودهم وتصديهم، مؤكدا جاهزية الجالية الإريترية في أوغندا للتصدي القوي. كما تم منح الجائزة للفريق الفائز بكأس الاستقلال 28 في منافسات منشط كرة القدم، معبرا عن امتنانه وتقديره للمساهمين بفعالية لإخراج الحفل بهذا المستوى الجميل. في غضون ذلك أحيا الإريتريون المقيمون في مختلف المدن الإيطالية بميلانو ونابولي وبولونيا وباري وتورينو في 26 من مايو الجاري بذكرى استقلال البلاد 28 بمشاركة العديد من الإريتريين وأصدقاء الإريتريين من الإيطاليين. وألقى سفير إريتريا في إيطاليا السيد فساتين بطرس في مراسم الاحتفال التي جرت في ميلانو كلمة أوضح فيها أن الشعب الإريتري بلغ هذه المرحلة المبشرة لصموده وتصديه القوي لكل التحديات، ومع أن وجود قوة لا تريد مرحلة السلام والاستقرار الجديدة ونهجنا المستقل، ينبغي علينا مواصلة تصدينا الواعي بتأطير قوي لاستدامة مسيرتنا التنموية والسيادية. كما أحيا الإريتريون المقيمون في مدن شتوتغارت وهامبورغ وغيسن وكاسل وبرلين ودوزلدورف وميونخ الألمانية، إضافة إلى سان هوزي الأمريكية بعيد الاستقلال بصورة بهيجة. في إطار الجهود الحثيثة الجارية لضمان توفير مياه كافية للشرب والبرامج التنموية، ظلت تنفذ مشاريع كبيرة تشمل بناء خزانات المياه وإنشاء البنى التحتية ونظام توزيع وتغيير الأنابيب القديمة بأخرى حديثة. وتوضح وزارة الأراضي والمياه والبيئة بأن المياه هي أساس التطور الاقتصادي، ودون تخزين مياه كافية لا يمكن الانطلاق نحو تنفيذ برامج تنموية ضخمة، حيث يعد نشر بنى تحتية للخزانات من أجل تأكيد وفرة المياه نوعا وكما من أهم الأولويات للحكومة الإريترية. وتشير الوزارة إلى أن إريتريا تركز بشكل أكبر على الأمطار، موضحة عن بناء حوالي 300 سد خلال 28 عاما الماضية لتعزيز ثروات المياه الجوفية. وقد ارتفعت نسبة توفر مياه الشرب النقية التي كانت منحصرة قبل الاستقلال في المدن من 30% وفي الأرياف من 7%، ارتفعت في الوقت الحالي بالأرياف إلى 80% وفي المدن إلى 90% بفضل الجهود الحثيثة الجارية لتوسيع الخدمات.
وفي التوضيح الذي أدلى به مسؤول مشاريع عد هلو السيد صالح أحمد الدين لوكالة الأنباء الإريترية إيرينا، أشار إلى أن الحكومة قامت بتشييد سدود بارزة من حيث الأهمية والحجم، مثل سدود كركبت وفانكوتمو وفانكوراوي وقرست ومسلام ولوغو وسد قحتلاي الذي يوجد حاليا قيد التشييد. وقد خزنت السدود المكتملة حتى الآن حوالي 500 مليون متر مكعب. وذكر السيد صالح عن بذل جهود مصحوبة بالدراسات والأبحاث لإيجاد حلول دائمة للقصور والنواقص المتمثلة في وفرة خدمات المياه الناجمة عن توسع رقعة المدن وخاصة العاصمة أسمرة، وازدياد الكثافة السكانية، وحاويات المياه المنتشرة في الأماكن المرتفعة بأسمرة، وتخزن 77 ألف برميل تهدف إلى توزيع المياه المنتظمة وضمانها، حيث بدأت هذه الجهود تظهر نتائجها على أرض الواقع. وأفاد السيد صالح بعدم حل المشاكل إلى الآن بالكامل، إلا أنه سوف يتم حلها مع تنفيذ المشاريع الجارية، داعيا المواطنين للاستخدام الجيد للمياه سواء كان في الوقت الحالي أو بعد حل كافة المشاكل. وأوضح السيد صالح فيما يتعلق بالخطوة المتخذة لفرض الغرامات الرادعة على أصحاب الصهاريج وإيقافها عن العمل قبل عامين، أوضح بأن الخطوة المصحوبة بالدراسة اتخذت بعد التأكد من أن أصحاب الصهاريج كانوا يبيعون البرميل الواحد بأكثر من 50 نقفة والصهريج بحوالي 4000 نقفة، مع أنهم كانوا يشترون البرميل الواحد ب33 سنتا والصهريج بأقل من 24 نقفة فقط، مما تسبب ذلك في إلحاق الضرر بالمواطنين. وذكر السيد صالح بأن بعض المواطنين يحصلون على البرميل الواحد عبر المواسير ب80 سنتا، إلا أنهم يبيعونه بتعرفة عالية، مذكرا إياهم للحد من مثل هذه الأعمال التي تبلغ الجهود الجارية لجلب حلول دائمة أهدافها المنشودة. ونوه قائلا بأن النية لإيجاد فائدة لا تعنيك تعرض للخطوات القانونية الرادعة. وأوضح سكان العاصمة أسمرة بأن خدمات المياه تشهد في الوقت الحالي تغييرا نسبيا مع اختتام تشييد حاويات المياه المدشنة في الأماكن المرتفعة بالمدينة، مقارنة بالخدمات السابقة والتي كانوا يضطرون للحصول عليها من أصحاب الصهاريج للبرميل الواحد بتعرفة تصل ما بين 50 إلى 70 نقفة، داعين لبدء بعض حاويات المياه التي لم تقدم الخدمات إلى الآن من أجل إنجاح المهام الجارية. من جانبه أوضح المهندس يوهانس ملؤ من قسم خدمات المياه في الإقليم الأوسط أن سكان الأسمرة يستهلكون في اليوم 60 ألف متر مكعب من المياه، إلا أن القسم كان يقدم نصف الطلب، ولكن مع المشاريع المنفذة سوف تحدث الخدمات تطورا ملحوظا. وأشار المهندس يوهانس إلى أن السدود السبع المشيدة لتأمين وفرة المياه لأسمرة والتي تسع 48 مليون متر مكعب انخفضت سعتها في الوقت الحالي نتيجة لقلة الأمطار، ومؤكدا بأن سدي مسلام ولوغو المشيدان في الجزء الجنوبي واللذان يسعان 80 مليون متر مكعب سوف يقومان على تأمين وفرة المياه للعاصمة أسمرة والمناطق المجاورة لها. أعلن مسؤول مكتب وزارة الصحة في مديرية حجاد الممرض قبر مسقل قبر هوت أن تغطية الخدمات الصحية في المديرية بلغت أكثر من 90%. وأشار إلى الوحدة الصحية التي كانت تعمل ب3 أعضاء قبل الاستقلال، وقد ارتفعت المؤسسات الصحية نتيجة الجهود التي بذلت بعد الاستقلال إلى مستشفى و5 عيادات. وأشار إلى انخفاض كبير للأمراض عامة والأمراض المعدية خاصة، موضحا عدم وجود إصابات بفيروس نقص المناعة المكتسبة الإيدز عام 2018-2019، وأن مرض الملاريا الذي في طريقه للزوال قد انخفض بنسبة 25% مقارنة مع السنوات الثلاثة الماضية. وأوضح بأن التطعيم يغطي نسبة 79% والعمل جار بالتوسع من أجل إصحاح البيئة. وأوضح الممرض قبر مسقل أن إدخال طب العيون في مستشفى حجات وتركيب الطاقة الشمسية في المستشفى وخدمات التحاليل في حجات وجلاس طور من الخدمات الصحية المقدمة. وأفاد السكان تمكنهم من الحصول على الخدمات الصحية لإرساء المؤسسات الصحية بالقرب منهم. وتقوم المؤسسات الصحية المقامة في ضواحي جلاس وأشرة وكرمد وعدفاكاي وحشيشاي ومدينة حجات على خدمة أكثر من 80 ألف مواطن من مديرية حجات والمناطق الأخرى. استشهد المناضل كحساي قرقيش في 28 من مايو الجاري إثر مرض ألم به عن عمر بلغ 78 عاما. والتحق المناضل كحساي في عام 1975 بصفوف قوات التحرير الشعبية، وخدم شعبه ووطنه في القوات الأمامية والأقسام متدرجا عبر مختلف سلم المسؤوليات. والمناضل كحساي قبر قرقيش رب أسرة وأب ل6 من الأولاد.
وسوف يوارى جثمانه الثرى منتصف يوم غد 29 من مايو في مقبرة الشهداء بأسمرة. مشاهدينا الكرام، كانت تلك أخبارنا الداخلية. فاصل قصير وأوافيكم بالأخبار العالمية، ابقوا معنا. مرحبا بكم. أعلن الجيش الإسرائيلي شن غارة على موقع عسكري في ريف القنيطرة جنوبي سوريا، فيما أكدت دمشق سقوط ضحايا. وأورد بيان للجيش الإسرائيلي بأنه تم إطلاق نيران مضادات أرضية سورية باتجاه طائرة عسكرية إسرائيلية كانت في تحليق اعتيادي شمالي البلاد. وأضافت أن قذيفة المضادات السورية سقطت داخل الأراضي السورية، لكن الطائرة أكملت مهمتها حسب التخطيط. ومن جانبه أكد مصدر عسكري سوري مقتل شخص وجرح آخر جراء الهجوم الصاروخي الإسرائيلي الذي استهدف موقعا عسكريا في خان أرنبة بريف القنيطرة. وأكدت إسرائيل مرارا أنها ستتصدى لأي خطر على أمنها في الأراضي السورية، وقامت بقصف عدد من المواقع العسكرية التابعة للحكومة السورية وميليشيات إيران. أزاح البرلمان النمساوي المستشار سباستيان كورتس رئيس الحكومة في جلسة خاصة. ودعم حزب الحرية اليميني المتشدد شريك حزب كورتس في الائتلاف الحكومي السابق والحزب الديمقراطي الاجتماعي المعارض التصويت على مقترح بسحب الثقة من كورتس. وتورط حزب الحرية في فضيحة سياسية بسبب تسريب مقطع فيديو، وهي الفضيحة التي دفعت بالأمور إلى إنهاء الائتلاف الحاكم. واختار رئيس النمسا ألكسندر فان دير بيلين نائب المستشار هارتفينغ لوغر ليكون مستشارا مؤقتا للبلاد. نقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية عن السلطات قولها إن تلميذة ورجلا قتلا، وأصيبت 15 تلميذة، واحتجز رجل آخر لقي حتفه لاحقا في واقعة طعن عند محطة للحافلات خارج العاصمة اليابانية طوكيو. وقالت الهيئة أن أعمار الفتيات تتراوح ما بين 6 أعوام و12 عاما، وأنهن كن في انتظار حافلة مدرستهن الخاصة في مدينة كawasaki إلى الجنوب من طوكيو. وأضافت أن سائق حافلة مدرسة كاريتاس الابتدائية أبلغ الشرطة أنه شاهد رجلا يقترب من محطة الحافلات وبدأ يطعن الناس. إلى هنا مشاهدينا الكرام تنتهي نشرتنا الإخبارية لهذا المساء. دمتم بخير وإلى اللقاء.